تمريرة داخل منطقة الجزاء، تحضير لكن الدفاع يتدخل في آخر لحظة لاستبدال الحارس، وهذه رمية جانبية عالية تلعب داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل بعبد الله الدوسري. شوف هذه الإعادة أعتقد القدم اليسرى بالنسبة للاعب كانت داخل الملعب وقت تنفيذ الرمية كثيرة قبل أيضا إيصال الكرة للمهاجمين. هذه ترسل برأسية دارسي، وصلت إمكانية وضع بصمته على الأداء الفريق، لكن بداية الأهلي كانت ما كانت نتيجة هذه المواجهة، لكنه يتمنى بأن يلعب دور الثمانية مباشرة في إبعاد الكرة إلى ركنية لمصلحة القادسية. تبعد، ما زالت أهلاوية مع تقدم الكثير من اللاعبين، وإرسالية مباشرة، خروج وخطأ لمصلحة. المرحلة القادمة ستكون بنظام خروج المغلوب بداية بالملحق، ثم بعد ذلك دور الثمانية، والإثارة تتصاعد حتى مع أيضا الإرسالية إلى ريكاردو، تصل في محاولة طويلة تعود من جديد إلى سيئة طبعا، إما مكان القادسية أو مكان التعاون. فرصة خطيرة وانطلاقة أندية ممكن أن يفقد صدارته طبعا في حال فاز الاتفاق مثلا، يصبح لديه 41، لكن هذه لقطة جول أهلاوي. ريكاردو يأتي بالجديد، يأتي للاعب تألق كثيرا في الجولات الماضية وكان سببا في الكثير من الانتصارات، والآن يهدي فريقه انتصارا يأتي في الدقيقة الأخيرة برأسية بهدف رائع.